يا الله مل كتير من الحياة، هالولاد ونهار طويل وصراخ وصوت ولعب وأذى وضرب ولم، وعنا لسه ما عدد دفوعات أجار بيت وكهرباء وماي وإنترنت. حاسة حالي كتير متضايقة هيك ما إلي خلق أقوم أعمل شي وبنفس الوقت علي كل شي. مرحبا، أنا شامية ورجعت لكم بفيديو جديد. بالفيديو الماضي كنا عم نحكي كيف تحاولي تفرغي من ضغط الحياة عليكي. بهذا الفيديو رح نحكي ليه مهم انك تعملي هدول الخطوات، لانه في بالحياة قانون اسمه قانون الاستحقاق بعلم النفس. فكيف بدنا نفعل هذا القانون وليش هو كتير مهم بحياتنا؟ خليني أخبركم. لما الله سبحانه وتعالى خلقنا، خلق حوالين الجسد شيء اسمه طاقة هائلة، يلي نحن بنسميها باللهجة العامية هالة. شو يعني هاي الهالة؟ هاي بتجي مثل المغناطيس. فكيف بتفكري بحياتك بيصير معك؟ مثلا أنا تعبانة فبتضلك كل نهارك تعبانة، أنا مكتئبة فبتضلي كل نهارك مكتئبة، أنا إنسانة مزاجية عصبية ولا فيني أتحمل مستحيل، فلح تقضي حياتك كلياتها وانت مزاجية. الفكرة هون إنه نحن كبني آدمين كمان الله عطانا عقل، فبيجي فكر هذا الموضوع زعجني أو موقف ضايقني، ما فيني أنا أقضي كل نهاري مزعوجة مشانه. ما بيستاهل هذا الموقف مهما كان كبير، وشو ما كان الشيء اللي صاير معي ما بيستاهل اني اقضي باقي نهاري كلياته او يومي كله وانا مزعوجة. خلاص الموقف راح مثلا من ساعة فخلصت. هون بدك تحطي حد لعقلك. خلص هون ما فيني ضل متضايقة، بدك تقومي وتحاولي تفرغي طاقتك، تحاولي انك تعملي اي شيء تطلعي فيه من هذا المود، انك تطلعي من دور الضحية. معلش انا بتنازل كرمال جوزي، يلا اتس اوكي بتنازل هي امي، ما في مشكلة ما على كرمال ولادي. والفكرة الاقوى هون انه انت لما تاخدي دور الضحية مع جوزك وانا ضالة معه كرمال ولادي، فهون انت اللي انك عم تفعلي قانون الاستحقاق السلبي، اللي هو انا مالي مبسوطة معه بس ضالة معه كرمال الولاد. فانت هون اللي عم تخربي حياتك بايدك. لما نحن منعلق حبنا وحياتنا بوجود شخص أو سعادتنا بوجود شخص معين أو بتصرفات المعينة معنا، هون نحن خربت حياتنا، ونحن اللي بنكون خربناها بإيدنا. فما فينا نجي نلوم هو ما تصرف معي بالطريقة الكذا، هو اللي ما قال لي يعطيك العافية، هو اللي بحياته ما شافني منيحة. لا أبدا، هون انت اللي عم تخربي على حالك. هيك ما فيك تقولي هو اللي وصلني لهي المرحلة، انت اللي علقتي حالك فيه، وانت اللي علقتي سعادتك بكلمة منه، فانت اللي وصلتي حالك لهون مو هو. لذلك اغلب الازواج لما بتيجي المرأة بتقول له إيه انت اللي وصلتني لهون، انت اللي عملت فيني كذا وكذا، بالله لا الحق عليكي. فهي بتجي بتزعل على حالها وبتزعل انه ليه وصلت حالها لهالمرحلة. فهون فيكي تلحقي حالك من هلأ، فيكي انك تبطلي تقدمي اي شي لحدا بدون ما تاخدي منه، او حتى اذا بدك انك تقدمي فحطي ببالك انك انت ما رح ترجعي تاخدي منه ولا حتى كلمة شكر. ما تكوني ناطرة، اعملي الشغلات اللي انت بتحبيها لانه هي حياتك انت. فاليوم اذا انت وزوجك مالكم متفقين، هذا ما بيعني انه انت تخربي حياتك على حالك وعلى اولادك. لما يشوفوكي اولادك انه هاي ماما ما لها مرتاحة، ما لها مبسوطة، على طول عم تحاولي تلهي حالك، على طول مالك قاعدة معهم، تمام، هون رح ياخدوا عنك هي الفكرة والنظرة لآخر حياتهم. فمعلش أنا إذا ضل كرمالهم مو مشكلة إذا ما عملت كذا وبعدين بساوي كذا، وهلأ في عنا مستقبل وعنا أجار وعنا كذا وعنا كذا، أوكي في شي من باب أولى. لا، أنت أولى من كل شي. أنت هون اللي عم تقرري إنه أنت ما بدك تكوني مبسوطة مع أولادك، أنت اللي علقتي الحب بس بجوزك. لا، فيك تحبي حالك وتحبي أولادك، حبي يومك. لذلك لما اجيتي وكتبتي 3 ل5 أشياء أنت بتحبي إنك تعمليها نفسيا أنت بترتاحي فيها، هون عم تقوي شيء اسمه استحقاق. أنا بستاهل إني أنا أكون مرتاحة ومبسوطة بغض النظر إذا في جوزك حبك ولا ما حبك. ما انتهت حياتك عند حبه، لأنه نحن كبشر فينا نعيش بلا حب بس ما فينا نعيش بلا عقل. فيكي تعطي وقت لأولادك تقومي تلعبي معهم، بس خلصتي لعب انت وياهم بعد ما يناموا فيكي تعملي شي انت بتحبيه. اكله ما بتحبيها فيكي ما تطبخيها ببساطة،
مشوار جعبالك تروحي روحي، بغض النظر عن الدفوعات ما رح تفقري إذا رحتي هذا المشوار تغيري فيه جو وتطلعي من الشيء اللي انت فيه، من الضغط اللي انت فيه. مو مشكلة، ما تحاولي انك تستخسري بحالك شيء، لانه الايام عم تمرق. اوكي نحن بدنا نفكر بالمستقبل، بس ما في داعي تفكري لمستقبل كتير بعيد. يعني واحدة عندها فرضا طفل عمره 5 سنين عم تفكر له للجامعة، طيب ليه؟ وهلا ليش؟ يعني حتى اب مثلا بيكون انا عم بشتغل كرمال اولادي، هدول اولادهم نفسه اللي بيكون عم يشتغل كرمالهم هن نفسهم يلي ما بيشوفوا ابوهم الا بيوم عطلته، بيكون حلو عني بدي ارتاح. فكيف بدنا نكون عم نخطط لمستقبل كتير بعيد ونحن هلا حاضرنا ما منعيشه؟ مو نهاية الكون اذا انت رحتي اشتريتي كريم تهتمي فيه بحالك. ما خلصت الحياة ولا فقرتي إذا اجيتي أخدتي لك هيك مبلغ جدا بسيط، غيرتي شي بشكلك، شي أنت حابة إنك تكوني عم تعمليه. حاولي تعملي شي بسيط تنبسطي فيه، ما تعششي جواتك المشاعر السلبية تجاه نفسك. مثلا تجي واحدة بتصبغ شعرها، بعد كم يوم بأنبها ضميرها يا الله قرب أجار البيت. هلا أجار البيت شغلة كثير مهمة أوكي، بس أنت كمان مهمة. الله بيرزقه، ادعي له، ما عليه إلا ما تتدبر. والله ما في داعي كل ما بتحسي حالك هيك أنبك ضميرك تجي انت وتأيدي ضميرك ضد حالك. لا، يعني الانسان عدو نفسه، لهيك بدك تكوني منتبهه. ساعتها كل ما بتوقفي على المرايه رح تتذكري انك انت صبغتي شعرك بالوقت اللي ما له مناسب. هلا حاولي تنقي الوقت اللي يكون كتير مناسب. اكيد اجار البيت شغله كتير مهمه من اولوياتنا، بعد منا بقى قيمي لك قرشين تصبغي فيهم شعراتك. يعني قيمي شيء يكون لإلك، مو ضروري صبغه شعر. قيمي مبلغ بسيط جدا هذا يكون فقط لإلك لنفسك، مو لاولادك ولا لبيتك ولا لجوزك. انت كمان تستاهلي انك تعملي شغله تكون لإلك، ما تقللي ابدا من قيمه حالك. اما بالنسبه للتضحيه فخليني اخبركم عن كيف نحن ممكن نودي حالنا بالطريقه اللي يخلي عن جد اللي حوالينا ما يحترموا ولا يقدروا لا مشاعرنا ولا وجودنا اساسا. فرح اعطيكم مثال احاول فيه اني اختصر. مره بوحده من الجلسات اجت صبيه كانت عم تقلي شاميه انا تعبانه كتير وكنت مريضة، بيجي جوزي بيقول لي عازم فلان على الغداء، ما بيعطيني لا قدر ولا قيمة ولا بيسألني ولا بياخد برأيي. تمام، هون الشغلة المهمة اللي تفهميها انه ما حدا بيعطيكي قدر وقيمة. قدرك وقيمتك انت يلي بدك تعطيهم لحالك مشان هنن يلي ياخدوها منك. تمام، قدري وقيمتي ما موقفة عليه، مو هو اللي بيعطيني، أنا عندي قدري وقيمتي بس أنا بدي أفعلها. هاي تفعيل الاستحقاق بيصير بالخطوة التالية. مثلا بدقلك عازم فلان سوري أنا اليوم كتير تعبانة بعتذر، فيك تأجلها بليز لبكرة؟ أنا اليوم ما بحسن كتير مرضانة. أو إذا بتحب إنك تعزمهم فيك تجيب أكل جاهز. مثلا حدا معه أكزيما بدها تكوي، كتير هذا الشي بضر إيديكي، فلما بيجي بده يطلب منك إنك تكوي لا تأذي حالك وتضري حالك، فيكي إنك تقلي له أنا مخلوقة معي أكزيما سوري ما فيني أكوي بعتذر، فيك تاخدهم عند الكوا. تمام، لما انت بتقدري حالك وبتعطي حالك هن بيصيروا بيعطوكي. بينما لما انت نسيانه حالك يلا معلش دخيلك بقوم بكوي لهن هالقميصين، يلا مو مشكله هي هالكبه اللي بده اياها، يعني وجع ايدين باخذ لي حبتين مسكن وبنام. هون انت اللي عم تحطمي حالك. بيجي بعد كم سنه بيقول لك انت على طول مرضانه، انت على طول تعبانه، انا كتير متحملك. فيك تقولي هو الحق عليه، هو اللي وصلني لهون، انت يلي سكتتي. بتيجي مثلا صبيه بتقلي شاميه ولا مره بحياته جاب لي هديه، صرنا متجوزين 15 16 سنه، ما انت يلي ما طلبتي منه. لما قبل عيد ميلادك بشهر يا اختي خبريه نحن الشهر الجاي في عنا مناسبه ما تنسى جيب لي هديه. في كتير صبايا بينصدموا بيقولوا لي حتى هي انا بدي اطلبها منه. ايه حبيبتي حتى هي، لانه من حقك، من حقك انه يهديكي هديه تكون لشخصك. وفهمي هذا الكلام، انا لو سمحت ما بدي هديه تكون خاصه بالمطبخ ولا خاصه بالاولاد ولا خاصه بالبيت، بدي هديه لإلي انا شخصيا لذات نفسي. فيك تخبريه شو بتحبي، مو غلط، المهم النتيجة. نتيجة انه جبلك شوي شوي مع التعود مع السنوات اللي بتجي، هون بعدين هو بصير لحاله بيتذكر وبيجبلك. انت عوديون، عودي اولادك انه انا هلا تعبانة من حقي اقعد 10 دقايق اشرب فنجان قهوة، فيكم تفوتوا على غرفتكم تعملوا كذا وكذا. فرضا عندك رفيقة او جارة ما بتحبيها بتحسيها تقيلة، من حقك انك تعتذري منها. بتحاكيكي بدي اجي بعتذر مالي فاضية، مالك مضطرة تحطي لها حجج والله كنت من الصبح عم عزل عم بعمل عم ساوي، ما بعتذر مالي فاضية مالي حسنانة. من حقك احكي عبري
قولي أنا هاي الإنسانة ما بحبها، لما تطلع من عندي من البيت بحس حالي تعبانة. فأوكي حقك إنك ما تستقبليها، مو غلط، ومالك مضطرة تعطيها أعذار، مالك مضطرة تكذبي وتلفي وتدوري. طبعا أكيد أنا ضد إنك تروحي لعندها وتقولي لها بوش أنا ما بطيقك وما بدي تجي لعندي، بس أنا كمان ضد إنك تستقبلي أي حدا أنت مالك مرتاحتي له. لو سمحتوا رجاء هاي حياتك، فكري فيها بشكل منطقي. يمكن البعض رح يفكرني عم بتفلسف، ولكن فكروا بالموضوع رح تشوفوا انه عن جد هاي العمر مرة واحدة. فمالك مضطرة تستقبلي حدا ما بتحبيه. حلو انك تعبري اني انا بحب انه يجيني هدية. حلو لما تكوني تعبانة انك ترتاحي، لانه بالمستقبل صحتك انت اللي مسؤولة فيها عن حالك. حلو انك انت تعطي قيمة لحالك كرمال غيرك يقدر يعطيكي هاي القيمة الاكبر. بتمنى انه تفكروا بالكلام بشكل كتير منطقي، وبتمنى انه انتوا تحبوا حالكم لحتى اللي حواليكم يقدروا يحبوكم، وانتوا تقدروا حالكم كرمال الكل يشوفوكم ويقدروكم. اليوم شوفوا البنت الغنوجة النعنوعة الكل بيندار عليها وما بيحاولوا يحملوها فوق همها، بينما البنت القبضاية اللي بتحاول تعمل حالها عقيد الحارة هي اللي الكل بيحملها هم والكل بيحملها مسؤولية. آخر شي لا حدا بقيمة من أرضها، ولا حدا بيسأل عليها، ولا حدا بيشوف قد ايه قدمت. لهيك دلي لحالك انتي لتكوني انتي سعيدة وانتي مرتاحة ومبسوطة بحياتك. بعتذر كتير طولت عليكم، كنت معكم أنا شامية. وأي حدا بيحب إنه يتواصل معي بجلسات أونلاين أو تقوية شخصية فيكم تتواصلوا معي عبر التعليقات. وبشوفكم بفيديو جديد، بتمنى تضلوا بخير. سلام.